كفايه كده بجد. بجد والله كده كفايه. كده كفايه يا فريرة. كده كفايه يا بروفيسير. كده كفايه جدو. كده كفايه خمرجي. كده كفايه. بقالك 4 ماتشات ماشي غلط، وبرضه بنفس خطتك وبنفس اللعيبه وبتفتكس لي. هو من امتى نمر بيلعب شمال؟ من امتى بخرج المسلوسي من البدايه؟ من امتى والنتيجه 0-0 بغير في الدفاع بتاعي؟ وانا المفروض بدل ما اهاجم ببوظ الدفاع؟ انا ب... انا مبقتش عارف هو مين اللي بيلعب دفاع، عبد الغني ولا الزناري ولا مين بالظبط؟ انا مش فاهم. انت بوظت لي الدنيا. بادئ غلط وعملت تبديلات غلط ونهيت كل حاجه غلط. انا مش فاهم انت راجل كبير ازاي، ولا انت خرفت ولا ايه بالظبط، ولا شربت لك كوبايتين خمره في قبل الماتش وبوظت لنا الدنيا. ما هو ده اللي حصل بجد. انت تمشي خلاص، فيريرا يمشي. انت من يوم ما اسامه نبيه مشى من معاك وانت الدنيا بايظه معاك، يبقى ده دليل ان اسامه نبيه هو اللي كان سندك. ماشي، احنا كنا بنقول كل الدعم واقفين في ظهركم. انا ما عنديش لعيبه رجاله، يعني هشيل العيب من على المدرب. انا ما عنديش لعيبه رجاله في الملعب. لعيبه النادي الاهلي رجاله عنك، بيلعبوا هم ناقصين اكتر من 10 لعيبه وبيلعبوا عنك. ما لهمش نظام في الملعب بس عرفوا يكسبوك. عرفوا باقل فرصه يكسبك، مش بجون ب3. ماليش في بقى كهربا جاب جون، كهربا موقوف، دي مشكله الاداره تحلها. دي مشكله مرتضى يحلها، مالناش علاقه بيها. انا اللي في الملعب في 11 لاعب قصاد 11 لاعب. لا بس الزمالك ماتش بيراميدز كان بيراميدز 10 لعيبه وانت 11 لاعب، لا بيراميدز كانت 13 لعيب وانت 9 لعيبه. هو في إيه بجد؟ انا مش عارف. اسوان خسرته، بيراميدز الاهلي تعادل مع الداخليه بالعافيه، والتعادل مع الاتحاد عك في عك. احنا مش هندعم تاني، مش هنقول فريرا. اتمنى الاجتماع اللي يحصل دلوقتي يمشي فيه فريرا ونخلص من القصه ديت. واركن فريرا واركن اللعيبه انت فين الصفقات بتاعتك؟ فين صفقات الفشخ يا سياده المستشار؟ فين صفقاتك الفشخ انت وابنك امير؟ المرحوم ابراهيم نضاي وبتاع الناد في شلبي، والسيسي اللي مش عارف يعمل حاجه في نص الملعب. ماليش في بقى مركزه 6 مركزه 10 ما يخصنيش. هو الولا مش عارف يبص له كرة في الملعب. ده حاجه مش بتاعتي. هو بيلعب 6 بقى، بيلعب 8، بيلعب 15، دي ما تخصنيش. انا يخصني في لاعب في الملعب بيلعب برجول ده مش عارف يبص كوره. مش عارف يبص كوره. في ايه؟ في ايه بجد؟ انا مش عارف. هو فين شلبي؟ انا اسف، فين شبانه اللي انت قلت هترجعه؟ ماليش في بقى سموحه يصعد سموحه ينزل طارق العشر كلمني، انا كل ده الكلام ده ما يخصنيش. انت الاهلي النهارده بيلعبك بصفقاته. الاهلي النهارده لعب لك بصفقتين 3 النهارده في الملعب. خالد عبد الفتاح مدافع سموحه، ومروان عطيه نص الملعب. هي دي صفقات النادي الاهلي، لعب لك بيها وكسبك. هو انت فين صفقاتك؟ انت النهارده خلاص بقيت 20 ولا 22. فين الصفقات يا سياده المستشار؟ ها فين الصفقات؟ ده انا محضر لكم صفقتين فشخ. امير ابني جاب صفقات فشخ. ما هو واضح الصفقات الفشخ اللي في الملعب. شلبي بتاع النتف، السيسي اللي ملوش فيها. انا مش عارف. هو ده نادي الزمالك؟ ده اللي انا واخد الدوري، وده اللي واخد الكاس من الاهلي، وده اللي المفروض انا داخل عايز اكسب افريقيا؟ في حاجه غلط. اللعيبه هي اللي مش رجاله، ولا المدرب هو اللي واقع، ولا الاداره هي اللي بتبوظ الدنيا، ولا مين بالظبط؟ ده نقطه. لينا ضربه جزاء. هو لعيبه نادي الزمالك ما اعترضتش ليه وقفت الماتش؟ حقك يا باشا. في حاجه اسمها فار، بدل ما يسمع ويعمل لي كده على ودانه يروح يتفرج على الفار. مش ضربه جزاء خلاص نرجع نكمل الماتش. لكن انت رحت كلمته كلمتين والماتش كمل عادي. في ايه؟ مفيش لاعب راجل في الملعب. ايوه انا ما عنديش رجاله في الملعب. هو ده نادي الزمالك؟ هو ده فريرة؟ هي دي اللعيبه؟ هي دي الصفقات يا سياده المستشار؟ فين الصفقات؟ صفقات فشخ يا بيه. واضح الصفقات فشخ، واضحه. كله فساد في رشاوى، في قصص. مش عايزين نتكلم في حاجات. في حاجات احنا عارفينها ومسكتين عنها. سامسون اللي بيعمل الكشف الطبي في الامارات، عملوا في الامارات ليه؟ ما عملوش في نادي الزمالك ليه؟ الشركه. خلينا ساكتين.
ما نشوف في الاجتماع اللي حضرتك هتعمله كمجلس اداره هيعملوا لنا ايه. ما هو خلاص انت كده كده خسرت، كده كده كل حاجه راحت. ما تطلعش بقى نتكلم وكهربا الهارب والخطيبه مش عارف ايه، الكلام ده كله ما يخصنيش يا بيه. الكلام ده كله ما يخصنيش، انا ليا في الملعب. انا ما يخصنيش انا اطلع كل يوم اشتم الخطيب واشتم فلان واشتم علان وفي الاخر الاهلي يكسبني في الملعب. انا كل ده ما يلزمنيش. انا كل يوم ثلاثه الاهلي بيعمل له راعي. انت مفيش غير راعي واحد، يبقى العيب عند مين؟ فهمني، اطلع فهمنا. اول امبارح يقول في حاجه الخطيب عملها ومش هتكلم عنها غير بعد الماتش، ولو اتكلمت هتقتل. في ايه يا عم؟ هو احنا داخلين في حوار اثار ولا سلاح؟ ده ماتش كوره. ده ماتش كوره 11 قصاد 11، مدرب قصاد مدرب، اداره قدام اداره. انا مش عارف بجد، انا مش فاهم موضوع الجمهور. اولا ده مباراه نادي الزمالك، يعني المفروض المتحكم والامر الناهي في اللقاء هو اداره نادي الزمالك. هو جمهور الاهلي اكتر من جمهور نادي الزمالك ليه؟ كان في تعنت من دخول جمهور نادي الزمالك ليه؟ في التالتة شمال دول ما كانوش 3000 وتحدى اي حد. في المقصورة كانت مليانة للاهلي، الدرجة التانية كانت مليانة للاهلي. نادي الزمالك التالتة شمال التالتة يمين ما يجيبوش 2000 واحد. في المقصورة حاجات بتتعدى على الصابع. هي فين؟ فين ادارتك للقاء؟ فين ادارتك للقاء من بره؟ فين الجمهور بتاعك اللي المفروض يبقى جمهورك اكتر من جمهور النادي الاهلي؟ لا ده الاهلي دخل ناس كتير دعاوي بقى واللي دخل من غير تذاكر الله اعلم. مش هي دي اللي حصل؟ مش ده اللي احنا شفناه في ارضيه الملعب؟ جمهور في الثالثه شمال والدرجه الثانيه والمقصوره، انت المقصوره بتاعتك فاضيه مفيش حد ليك في الدرجه الثانيه، والثالثه يمين عندك 2000 واحد. انتوا في ايه بجد؟ في ايه؟ هو مين اللي بيدير فيكم؟ هو الاهلي هو اللي بيحكمك ولا انت اللي بتحكمه ولا مين بالظبط؟ ولا مين بيتحكم؟ رابطه الانديه ولا اتحاد الكره اللي ماشيين فساد في رشاوي؟ في ايه بجد؟ المنظومه كلها بايظه. يا رب الكره في مصر تتوقف، والله والله يا رب الكره في مصر تتوقف بجد. عشان احنا عرفنا مش عايزين نتفرج بقى ونتعب نفسنا ونقعد نشجع الزمالك وده يشجع الاهلي وقرف وتعب، لان المنظومه في مصر زباله. منظومه في مصر زباله. كده كفايه بجد، كده كفايه. انا مش هتكلم عن فنيات ومش هتكلم مين بدأ غلط ومين لعب صح. انا ما عنديش لاعب في الملعب، ما عنديش رجاله، ما عنديش رجاله بالاستثناء. انا عندي لعيبه عاله. اقسم بالله لعيبه النادي الاهلي ارجل منكم في الملعب. اقسم بالله كمان مره. عندهم نقص في الدفاع وانت مش عارف تهاجمهم. عندهم نقص في نص الملعب وماسكين عليك نص ملعب. عندهم نقص في الهجوم وشغالين معاك الله ينور وجابوا فيك 3 اجوان. كهربا كان بيلعب ايه يا جدعان؟ ده حمدي فتحي استلم على دماغه وصدره قدام كهربا، واقف جنب عبد وقدامه الزناري. عايزين اكتر من كده؟ ده اللي بيحصل ده اسمه زنا اقسم بالله. خلاص هي انتهت كده، انتهت. ما تقوليش بقى ان فريرا مكمل لحد بعد ماتش المحله ومش عارف مين عامل ايه، واطلع اشتم في محمود الخطيب واطلع اتكلم على لجنه الحكام وايه يا جمال علام. ما انتش فاكر انت جيت ازاي؟ مش كل ما نخسر واحمد سليمان وممدوح عباس والنادي. في ايه؟ فين الصفقات بتاعتك؟ ده النهارده 22 وما جبتش ولا صفقه. والاهلي جاب صفقات من اول يوم واحد. الاهلي راح بيخلص في صفقات وعرف وخلص ولعب ماتش الكاس بالصفقات ولعب ماتش النهارده بصفقات وكسب الاثنين. ماليش بقى كسب سموحه ازاي، اتفاق بقى فرج عمل مع الهاني سليمان وهجوم على طارق العش، ده الكلام ده كله ما يخصنيش. ده حاجه ان اتحاد الكوره بقى ورابطه الانديه وانت كاداره تعملها، ما تلزمنيش انا كمشجع. انا يلزمني الماتش بتاع مع النادي الاهلي اكسبه او اتعادله، اخسره بس بشرف في الملعب. لكن انا ما عنديش شرف. انا عندي لعيبه بتنتف وعندي مدرب خرفان وعندي اداره ما بتجيبش صفقات. منكم لله. ونادي الزمالك اقسم بالله اكبر منكم. الجمهور جزمه اي واحد من الجمهور انضف منكم. اقسم بالله جزمه اي واحد من الجمهور انضف من اي واحد بيلبس تيشيرت نادي الزمالك وبيلعب بيه في ارضيه الملعب. منكم لله. خد يا الامر. مستنينا مرتضى بايه؟ تعلن عن الصفقات اللي ما عادش لها لازمه او هنلعب بقى افريقيا. مستنينا مرتضى بايه؟ تعلن رحيل فريرا وتعيين مدرب اسامه نبيه
مؤقتا لحد ما يجيب مدرب اجنبي محترم وبقى اسامه نبيه مساعد معاه. الى اللقاء.